مش كل خذلان سببه الناس. أحيانا الخذلان سببه إنك شفتهم بنسخة أحسن من حقيقتهم. التوقعات العالية مش عيب، العيب إنك تطلب من ناس ما عندهاش اللي انت بتديه. خلينا نكون صريحين، انت ما اتخذلتش مرة، انت اتخذلت نفس الخذلان بأشكال مختلفة. ليه؟ لأنك بتقيس الناس بأخلاقك انت، بعمقك انت، بنواياك انت، بقدرتك انت على الاحتواء. فتستغرب هما ليه ما عملوش زيك؟ ليه سكتوا؟ ليه خذلوك؟ والإجابة المؤلمة لأنهم مش زيك. احنا اتعلمنا ان التوقعات العالية هي سذاجة، بس الحقيقة النفسية مختلفة شوية. التوقعات العالية غالبا معناها انك شخص مسؤول عاطفيا، بتفهم معنى العلاقة وبتقدر الالتزام وبتدي من غير حساب. بس المشكلة انك استخدمت مقياسك علشان تقيس ناس طاقتهم اقل، وعيهم اقل، واستعدادهم اقل، فبالتالي طلع الحساب غلط، مش لانك غلطان، لكن لان الأداة نفسها مش مناسبة. ما تزعلش مني، بس خليني اوجعك شوية، بس بصدق. انت احيانا بتشوف الاشارات وبتحس بعدم ارتياح، بس دايما بتقول اكيد انا مكبر الموضوع. طب ليه انا بقول كده؟ عشان متعود ابرر، اتحمل، واكمل. فالخذلان هنا ما كانش مفاجأة، كانت نتيجة تأجيل قرار. ناس كتير بتقولك وطي سقف توقعاتك عشان ترتاح، بس ده حل ناقص. الأصح ما توطيش قيمك، غير الناس اللي بتتعامل معاهم. خليك واضح، أنا كده، واللي ما يقدرش ده مش غلطان، بس مش مكاني. خفض التوقعات مع نفس الأشخاص هي دعوة رسمية للخذلان المتكرر بأشكال مختلفة. عايزاك تطلع من الحلقة دي ب3 جمل تحفظهم. أول حاجة، مش كل اللي خانك كان شرير، بعضهم كان محدود. رقم 2، الخذلان مش دايما خيانة، أحيانا بيبقى سوء اختيار. رقم 3، لازم تبقى عارف إن وعيك نعمة، بس محتاج تحميه مش تستهلكه. نصيحتي الأخيرة ليك، ما تخليش قلبك يدفع تمن خيبة ما كانش لازم يدخلها من الأول. لو الكلام ده لمس حاجة جواك، شارك الحلقة مع شخص محتاج يسمعها. اكتبلي في التعليقات امتى آخر مرة خفضت توقعاتك، وهل ده كان فعلا حماك؟ أنا دكتورة أمنية، وده بودكاست سهام الوعي. مش بنعلمك تهرب من الوجع، بنفهمه علشان ما يتكررش تاني.